وسط الخوف والارتباك يونغ مان كان بيرتعش، بس الارتعاش ده ما كانش من الخوف، لا، من الحماسة. إحساس غريب من الترقب والاندفاع مولع جواه. كان حاسس بإثارة غريبة وهو متخيل إن في العالم ده الكل هيبقى سوا، مفيش فرق بين رئيس أو مشهور. في العالم ده القوة هي الملك، واللي يمتلكها يقدر يعمل اللي هو عايزه، يقدر يقتل اللي هو عايزه. وفي الوقت اللي أصحابه كانوا بيعيطوا مرعوبين إن هم ممكن يموتوا الشهر الجاي لو فشلوا في المهمة، كان يونغ مان بيزعق فيهم وبيقول إنهم مش لوحدهم اللي بيواجهوا الخطر ده. قال لهم يهدوا وشرح بكل برود إن كل اللي عليهم يعملوه إنهم يقتلوا شوية وحوش عشان يعيشوا لحد الجولة الجاية، كأنهم بيدهنوا الزبدة على العيش. بس لما أصحابه سمعوه اتصدموا وما صدقوش ودانهم، حسوا إنه اتجنن رسمي. واحد فيهم تنهد وقال له بسخرية: يا بحياتك الزفت دي محدش هيزعل لو مت دلوقتي. بس يونغ مان طنشهم تماماً وبدأ يبص حوالين الحدود بعينه يدور على حد. سألوه بيدور على إيه؟ فاتضح إنه بيدور على كيس اللكمات البشري بتاعه ريو. قعد يتسائل: هو فين الواد ده؟ راح فين؟ شافه كان ماشي في الاتجاه ده قبل ما يفقد وعيه. هل ممكن يكون مات وما قدرش يعدي الجولة الأولى أصلاً؟ بس لما ما لقيهوش رفع كتفه كده بلا مبالاة وقال في نفسه: منطقي جدا، واحد فاشل زيه أكيد مات بدري. وفجأة شاف راجل لابس درع كأنه طالع من العصور الوسطى. مفهمش مين ده ولا جاب الدرع ده منين، بس بعد لحظة أدرك إن ده معناه حاجة واحدة: إن شاشات النظام ونوافذ الحالة شغالة هنا كمان. بمجرد ما نطق الأمر الصح ظهرت قدامه نافذة الحالة بتاعته ومواصفاته. اتصدم إنه فعلا اشتغلت. سرح في أصحابه بسرعة وقال لهم يجربوا هم كمان، وفعلا اكتشفوا إنها شغالة معاهم. الذهول عم المكان والناس كلها بدأت تجرب نفسها. بس السؤال اللي كان في دماغ الكل: هل ده معناه إن هم يقدروا يستخدموا المهارات والعناصر بتاعتهم هنا كمان؟ بعد شوية يونغ مان قرر يجرب بنفسه. مسك حصاة صغيرة من الأرض وسحقها بإيده. اتفتتت وبقت قطعة صغيرة، وبعدين البقايا اتحولت لنسل حاد نزل من بين صوابعه. ابتسامة شريرة اترسمت على وشه. بعد ساعات الأخبار العاجلة بدأت تتذاع في كل العالم: ظهور ملايكة كتير في أماكن مختلفة على الأرض، وموت 9 مليون إنسان في ليلة واحدة. وفي المقابل 9 مليون تانيين اكتسبوا قوة غريبة قلبت الدنيا فوق تحت. ريو مين كان ماشي في الشارع بوش جاد، بيقرأ الأخبار على موبايله وبيفكر في نفسه: دي مجرد البداية، الفوضى الحقيقية لسه ما بدأتش. المشكلة دلوقتي في الجولة الأولى، الناس لسه ما بقوش أقوياء، أقصى حاجة وصلوا ليها مستوى رياضي محترف. بس الفوضى الحقيقية هتبدأ من الجولة التانية، لما الناس تبدأ تاخد قوة سحرية، وساعتها الجرائم هتنتشر لأن الأسلحة الحديثة مش هتنفع ضدهم. ريو ما كانش ناوي يقعد يتفرج على العالم وهو بيغرق في الفوضى. لو ساب الدنيا تمشي كده الأرض كانت هتتدمر قبل الجولة ال20. مفيش حل غير واحد: يسيطر على باقي اللاعبين بالقوة ويخليهم عبيده. وبوش جاد جدا قرر إنه لازم يجمع ال5 اللي هيكونوا فريقه بأسرع وقت. وكان بيفكر فعلا في شوية منهم، بس قال لنفسه: الموضوع ده مش أهم حاجة دلوقتي، في حاجة أهم لازم أعملها الأول. مشي بعزم، ولما وصل بيته خبط على باب شقته في حي من أحياء سيول، بس محدش رد. طلع المفتاح من مكانه السري ودخل بنفسه. المكان كان ضلمة، ولاحظ كوباية نودلز فوري على الترابيزة لسه ما اتأكلتش. مشي بهدوء ناحية أوضة النوم، وهناك شاف أخوه الصغير واني نايم على الأرض بسلام، وشه هادي كأنه بعيد عن كل اللي بيحصل في العالم. ريو ابتسم ابتسامة دافية وشعر بالراحة لما شاف أخوه بخير وبينام مرتاح. فضل باصص له بحنان فترة، وبعدين قال بصوت فيه حزن: اسمه واني، في تالتة إعدادي. وكمل كلامه:
كنا عيلة عادية وسعيدة، لكن بعد ما أبويا وأمي ماتوا في حادثة عربية كل حاجة اتغيرت بسرعة. ريو بقى العيلة الوحيدة لأخوه وبقى هو الوصي عليه، وهو بيتفقده لاحظ ضمادة قربت تقع من على إيده وكدمات على كتفه كأن حد ضربه مؤخرا. فبهدوء ريو رجع اللزقة مكانها وقعد يبصله شارد كده في تفكير، لحد ما الصبح طلع وصح ريو أخوه بيقول له يلا يا واني اصحى الصبح طلع. واني وهو لسه نعسان فتح عينه بصعوبة وقال ليه بتصحيني بدري كده؟ ما عندناش مدارس النهاردة. ريو هو شايف كسل أخوه شد البطانية من عليه فجأة خلاه يتفاجئ ويقوم مفزوع. قال له بجدية ما عندناش وقت للنوم، هشرح لك كل حاجة بعدين، دلوقتي قوم والبس بسرعة لازم نروح مكان. واني لسه مستوعب اللي بيحصل بدأ يلبس وهو بيتسائب وقال طب رايحين فين يعني؟ ريو بصله بوش جد وقال ما عندناش وقت نهزر، الدنيا بره بقت فوضى. واني سأله هو في حاجة حصلت في احتفال السنة الجديدة؟ بس ريو قال له بسرعة اطلع الأول من البيت وهفهمك بعدين. خرجوا الاتنين ومشيوا في شارع ضيق. واني ما قدرش يمنع نفسه من ملاحظة إن ريو شكله اتغير تماما. أخوه اللي دايما كان ضاحك وهادي دلوقتي وشه متجهم وجد جدا. واني حس إن في حاجة كبيرة حصلت بس سكت، متأكد إن ريو هيحكي له بعدين. وفجأة ريو بص له وقال انت عارف ايه اللي بيحصل في العالم دلوقتي؟ واني اتلخبط وقال يعني ايه؟ حصل ايه وانا نايم؟ ريو قال له افتح موبايلك وبص على الأخبار. فتح واني موبايله بسرعة وبدأ يقرأ، وكل كلمة كانت بتخليه يتصدم أكتر. الناس كلها بتتكلم عن ملايكة بيخطفوا أرواح البشر وينقلوهم لعالم تاني، ونصهم مات بسكتة قلبية فجأة. واني وشه شاحب وقلبه بدأ يدق بسرعة. قال لأخوه بقلق انت كمان كنت هناك؟ ريو هز راسه وقال أيوة، اتسحبت زيهم ومرجعتش غير بعد ما قتلت 100 وحش اسمه جوبلين. واني اتخض وقلب خوف انت بخير؟ حد أذاك؟ فيك حاجة؟ وقعد يسأله أسئلة كتير بسرعة، بس ريو طمنه وقال له ما تقلقش عليا. بس طبعا واني قلق أكتر لأن ريو هو كل عيلته، الشخص الوحيد اللي عنده في الدنيا. ريو بالنسبة له هو كل حاجة، فكرة إنه ممكن يخسره كانت بتخوفه جدا. ريو من وقت ما كان صغير اضطر يبقى قوي نفسيا عشان يقوم بدور الأب والأم مع بعض، بس إنه يقتل 100 وحش دي قصة تانية خالص. ولما شاف القلق في عينين أخوه ابتسم وقال له ما تشيلش هم، هفهمك كل حاجة بعدين، بس دلوقتي لازم نتحرك. وقف واني مكانه وقال استنى، احنا رايحين فين أصلا؟ أنا همشي وراك بس لازم أفهم. ريو سكت لحظة وبص على إيد أخوه اللي فيها الجرح، وبعدها قال له ببرود رايحين نهجم على ووكرتيو زعيم المتنمرين اللي في فصلك. واني اتجمد مكانه وقال انت عرفت؟ ريو بص له وقال له كنت فاكر انك هتقدر تخبي عني. واني عض شفايفه وهو حاسس بالذنب، كان فاكر ان اخوه مش عارف انه بيتنمروا عليه، لكن اتضح ان ريو عارف كل حاجة من زمان. وقعد يفكر بخوف مش عايز اخوه يتورط عشانه، خصوصا وهو عارف ان ريو نفسه بيتعذب وبيواجه صعوبات. اما ريو فكان في دماغه حاجة واحدة وهو بيبص له، انا اسف يا واني، ما كانش المفروض اعرف كده، بس انا اكتشفت ده في اول مرة الزمن رجع فيا.